حكايتنا بتبدأ مع لي، الشاب اللي الكل بيحلف بحياته إنه مدير ناجح جدا لشركة ضخمة رغم إنه لسه عمره صغير. وفي يوم من الأيام بيرجع لي بيته وهو في حالة عصبية مفيش بعدها، وبيطلع على أوضته زي الإعصار، وبنشوفه وهو بيحاول يخنق مراته مي وهي نايمة في سابع نومة. بتصحى مي من النوم مخضوضة وبتبعده عنها بكل قوتها قبل ما يخلص عليها بإيده، وبتبدأ تصرخ في وشه وبتقول له إنها خلاص جابت آخرها وتعبت جدا من طريقته القاسية في التعامل معاها. ليه بيرد عليها بصراخ أعلى وبيقول لها بمنتهى القسوة إنه بيكرهها من قلبه، وبيقول لها إنه بيكره اليوم الأسود اللي اتجوزها فيه، وإنه كان بيتمنى بجد يتجوز أختها لان، بس هي كانت السبب في كل اللي حصل ودمرت له حياته تماما. بنعرف من خيوط الحكاية إن لي ومي ولاد عم في يوم صحيوا من النوم لقوا نفسهم في أوضة واحدة في فندق مجهول، وهما الاتنين ما يعرفوش إزاي أصلا وصلوا لهناك. فجأة الباب بيتفتح على الآخر وبيدخل الصحفيين من كل حتة وبيصوروا فيهم وهم مع بعض. وبسبب الفضيحة والأخبار اللي انتشرت جد ليه بيتعب جدا وبيأمروا إنه لازم يتجوز مي فورا وإلا سمعتهم في السوق هتتدمر تماما. وعلشان كده بيضطر ليه إنه يوافق ويتجوز مي غصب عنه رغم إنه كان معجب بأختها لان، وكان ليه طول الوقت شايف ان مي هي اللي دبرت لكل الليله دي ومخططه لكل حاجه علشان توقعه. في الوقت ده مي بتبقى استسلمت تماما وما بقتش قادره تتحمل العيشه مع ليه بعد كل الاهانات اللي بتشوفها منه كل يوم. علشان كده بتقرر تطلب منه طلاق، لكن ليه بيرد عليها ببرود وبيقول لها ان الطلاق ده مش بمزاجها وانه لما يحب يرميها يبقى يطلقها. تاني يوم بتوصل للي في مكتبه دعوة الطلاق الرسمية اللي مي رفعتها ضده. أول ما بيشوف الورقة بتولع فيه النار من العصبية، بيخرج يروح لصاحبه هوانج وبيحكي له على اللي حصل. فهوانج بيستغرب جدا لأنه عارف إن لي كان بيحب مي في طفولتهم، لكن لي بيقول له إنه ما بقاش يحبها وإنها لما كبرت بقت بالنسبة له واحدة غريبة وكمان خبيثة. أما مي فبتروح تقعد مع صاحبتها تشين وبتقول لها إنها قررت تتطلق من لي لأنها استسلمت خلاص. فبترد عليها تشين وبتفكرها انها فضلت تحب لي من وهي طفله ولمده 11 سنه، لكن مي بتقول لها ان لي بيهنها دايما وما يستاهلش نقطه حب واحده. بتمشي مي من عند تشين وبترجع على بيت ابوها، وهناك بتسمع ابوها بالصدفه وهو بيتكلم مع مراته وبنتهم لين. بيبقوا بيتكلموا عن الخطه اللي عملوها في مي ولي عشان يورطوهم في الفندق، وكل ده علشان الاب كان كاتب كل ثروته لبنته لان وكان بيدور على اي فرصه يطرد بيها مي. علشان كده دبروا فضيحه الفندق علشان ليه يكرهها. وفي نفس الوقت ابوها اتبرأ منها وقال لها ان ملهاش اي املاك عنده رغم ان دي املاك هي ورثتها عن امها المتوفاه. وبتقول لهم لان بفرحه ان ليه بيحبها هي وكلها كام شهر وهيفضل مي ويطلقها ويرجع للان، وبكده تبقى كسبت كل حاجه ورمت مي لوحدها. بتخرج مي من البيت وهي في حاله صدمه ومش قادره تستوعب ازاي اهلها هم اللي يدمروا حياتها بالشكل ده. بتقرر في لحظه ضعف ويأس انها لازم تنهي حياتها لان ما بقاش ليها حد في الدنيا يحبها ويخاف عليها بعد موت امها. بتطلع فوق مبنى عالي وقبل ما ترمي نفسها بيتصل بيها ليه وبيقول لها انه موافق يطلقها، لكن في اللحظه دي مي بترفض وبتقول له انها مش هتسيبه لان مهما حصل وانها تنتقم منها، وبتقفل في وشه وبتقرر انها لازم تاخد حقها من كل اللي اذوها. في الوقت ده لان بتتصل بليه وبتعزمه على العشاء بمناسبه عيد ميلادها. بعدها بتبعت رساله لمي بتقول لها فيها ان جوزها هيتعشى معاها النهارده عشان تغيظها. طبعا مي ما بتسكتش وبتلبس احلى فستان عندها وبتروح بالليل على نفس المطعم اللي بيتعشوا فيه، ولما لان بتشوفها بتبتسم بخبث وشماته، لكن مي بتبقى اذكى منها بمراحل وبتقول لها انها لازم تشكرها لانها قاعده تتعشى من فلوسها هي وجوزها. بتاخد كاس المشروب من قدام ليه وفجاه بترمي المشروب كله في وش لان، فبيتعصب ليه عليها وبيأمرها انها تتاسف للان، لكن مي بتقول له انها ما غلطتش عشان تتاسف. فبيسحبها ليه وبيخرج من المطعم وهو متعصب وبيزعق لها. بيجي له اتصال في الطريق ان لان حاولت تتخلص من حياتها وانها في المستشفى، فبيرمي مي في الطريق لوحدها وبيطير بعربيته على المستشفى. بيبان ان مي دايخه ومريضه جدا لكنه مش مهتم بتعبها. بيروح ليه للان المستشفى وبيستقبله ابوها وبيعاتبه وبيقول له ان اللي حصل فيها ده بسبب مي وانه ما رعاش انها ضحت بحبها ووافقت انه يتجوز مي علشان سمعته. فوق كل ده مي بتهينها وبتدمر نفسيتها وبيروح ليه يقعد جنب لان ويطمن عليها. في الوقت ده بتبقى مي وصلت المستشفى وعملت الفحوصات علشان تعرف سبب مرضها المستمر من فترة، وبتتفاجئ لما بتعرف انها حامل في توأم، وعلشان كده بتفكر انها لازم تدي فرصة تانية ليه، وده لانها مش عايزة تربي اولادها من غير ابوهم. فبترجع البيت وتحضر كل الاطباق اللي بيحبها ليه وبتتصل بيه علشان تعرف هيرجع البيت امتى لانه بايت في المستشفى مع لان. لما بترن عليه بيكلمها ببرود وجفاء، فبتطلب منه انه يرجع البيت لانها عايزه تقول له على حاجه مهمه. فعلا بيرجع ليه على البيت لكنه بيطلع على اوضته وبيتجاهل مي تماما. بتستناه مي لحد ما بينزل لكنها بتتفاجئ انه خارج من البيت تاني،
فبتحاول توقفه وتقول له انها عايزه تعرفه موضوع مهم، لكن ليه بيقول لها انه مش عايز يعرف اي حاجه وبيسيبها وبيمشي. فبتروح مي وراه على المستشفى وبتسال على رقم اوضه لان، وبتشوف هناك يان اخو صاحبتها تشين اللي بيبقى دكتور في نفس المستشفى وبتسلم عليه، لكنها بتضطر تسيبه وتروح بسرعه على اوضه لان. هناك بنشوف ليه وهو بيتعامل مع لان بهدوء وبيهتم بيها عكس معاملته معاها، فبتزعق وبتقول له انه جوزها هي وان هي اللي ليها الحق في اهتمامه لان لان هي السبب في كل اللي بيحصل لها. فبيضربها ابوها قبل ما تكمل كلام وتعترف بكل حاجه، ومن قوه الضربه بتقع مي على الارض. اما ليه فمش بيدافع عنها او حتى بيفكر يساعدها، لكن مي مش بتسكت وبتقول ليه ان ابوها ومراته وحتى اختها لان هم السبب في كل اللي حصل. وبالكلمات البسيطه دي بتقدر انها تلفت انتباه ليها وبتعترف له على كل اللي عرفته وعلى كل اللي اهلها عملوه في مقابل انهم يسرقوا منها فلوسها وحقها في ميراث والدتها. واثناء ما كانت بتتكلم بيلاحظ ليه انها بتنزف، واول ما بتلاحظ مي بتخاف وبتترجى ليه انه ينقذ ابنها، فبيشيلها بسرعه وبيطلع يطلب دكتور واللي بيبقى نفسه وبياخد منه مي، وهو بيقول انه دمر لها حياتها من ساعه ما دخلها. وفي العمليات وقبل ما تتخدر مي من البنج بتطلب من يان انه ينقذ لها ولادها. بيكون ليه بره العمليات مصدوم من اللي عرفه وان لان كانت سبب كل المشاكل، بيحس انه فعلا ظلم مي. ولما بتقول له الممرضه ان العمليه خطيره واحتمال مي ما تقدرش تخلف تاني، مش بيكون همه غير انها تخرج من العمليات بخير. بيخرج يان من العمليات يطلب اكياس دم بسرعه، ولكن فصيله دم مي مش بتبقى متوفره. بيكونوا مش عارفين يتصرفوا وبيبدا ليه يتعصب لحد ما بتيجي لان وبتقول انها نفس فصيله دم مي وانها مستعده تتبرع لها بالدم، ولكن بشرط وهو ان ليه يطلق مي قبل ما تتبرع. بيبقى ليه بين اختيارين صعبين، يا اما حياته مع مي يا اما حياه مي نفسها. فبيختار حياه مي وبيوافق انه يطلقها مقابل ان لان تنقذها وتتبرع لها بالدم. بتتم العمليه بنجاح وبتخرج مي من العمليات. اول لما بتفوق بتلاقي لين قدامها بتديها قسيمه طلاقها من لي وبتعايرها انها خسرت ابنها وانها خسرت كل حاجه. فبتتعصب مي وبتبقى تقوم تضربها، لكن يان بيلحقها وبيطرد لان من الاوضه وبيطمنها يان انها فقدت جنين لكن في جنين تاني بخير في بطنها. فبتوقفوا مي بسرعه عن الكلام وبتقول له ان الموضوع ده لازم يبقى سر بينهم لان لو اهلها عرفوا هيفضلوا وراها لحد ما يجهضوها. بتعيط مي وبتطلب من يان انه ياخدها لاي مكان بعيد عن لي، وبيبان ان يان معجب بمي فبيطمنها وبيقول لها انه مش هيسيبها. بمجرد ما صحه مي بتتحسن وبتخرج من المستشفى بترجع بيتها تلم كل هدومها وبتسيب لي خاتم جوازها مع قسيمه الطلاق وبتمشي من غير ما تعرف حد او تقول لحد على المكان اللي هتروحه. لما بيوصل للي الخبر بيتعصب وبيكلف حد يبحث عنها في كل مكان. بيرجع مكتبه وبيشوف صورته مع مي في الطفوله وبيفتكر مي وازاي كانت طيبه وبتهتم بيه وهم اطفال رغم ان هي الاصغر منه. وبيفوق ليه من ذكرياته وهو متعصب لانه بيفكر في مي اللي سابته ومشيت من غير حتى ما تسمعه. وعلشان يوقف تفكير في مي بيتصل بلان وبيعزمها على العشاء، وحتى على العشاء مش بتتكلم لان غير على مي وهي بتحاول تخليه يكرهها لحد ما بيتعصب ليه وبيقول لها توقف كلام عن مي وبيسيبها وبيمشي. بتعدي سنتين وبيبقى ليه مش عارف يوصل لمي بأي شكل ومش قادر ينساها لحد ما في يوم بيطلب الجد يقابل ليه، بيقول له انه لازم يتجوز ويعيش حياته، لكن ليه بيبقى رافض انه يتجوز تاني بعد مي لحد ما بيقول له جده ان الاشاعات حوالين شركتهم زادت وده هيقلل سعر الاسهم. وبيعرف ليه ان الجد كل اللي همه سمعه الشركه وسعر الاسهم، علشان كده بيقول له ليه انه ما يقلقش على الشركه لانه عارف ازاي يقدر يهتم بيها وانه هيرتبط بواحده مشهوره علشان الصحافه تنشغل بيهم وبالتالي ترجع الاسهم تزيد. وبيسيب جده وبيمشي. فعلا بينفذ ليه خطته وبيرتبط ببلوجر مشهوره والاخبار والصحافه بتتكلم عنهم في كل مكان. اما ليه بيكون لسه مش قادر ينسى مي وشايل خاتم جوازها معاها في العربيه. بيقرر يروح يزور قبر والده مي، ولما بيروح هناك بيشوف رسائل كتير كانت بتكتبها مي لامها بتحكي لها فيها عن حبها للي وعن المواقف اللي كانت بتجمعهم واللي كل مره كانت بتتعامل فيها مي بحب مع ليه، ولكنه ما كانش بيلاحظ حبها. وبيحس ليه بألم في قلبه انه ظلم مي كتير وهنها رغم انها كانت بتحبه. بيلاقي لين جايه وراه وبتتخانق معاه بسبب الاخبار المنتشره عنه وعن حبيبته الجديده رغم انه كان وعدها هي بالجواز، لكن ليه بيبقى في حاله مش بتسمح له انه يتكلم مع اي حد فبيسيبها وبيمشي. بيتصل بهوانج صاحبه بيقول له يبحث عن مي ويعرف مكانها باي طريقه. بيروح لتشين صاحبتها في الكافيه بتاعها وبيطلب منها تقول له على مكان مي، ولكن لما تشين بتكذب وبتقول مش عارفه بيهددها انه هيقفل لها الكافيه بتاعها. فبتخاف تشين وبتقول له ان مي سافرت بره البلد مع يان اخوها لكنها مش بتعرف لاي بلد. بيقرر ليه انه ينتقم لمي من اهلها اللي دمروها ودمروا حياتهم سوا. بيبدا انه يضرب اسهمهم في الشركه ويقلل من سعرها لحد ما بيضطروا انهم يبيعوا ممتلكات كتير خاصه بيهم. بتقترح لان انهم يرهنوا مقبره والده مي. وبعد كام يوم بيتصل هوانج بلي وبيقول له انه عرف اخبار عن مي. لما بيروح عشان يقابله بيقول له انها سافرت مع يان لنيوزيلندا بعد ما غيروا اساميهم وانهم كمان اتجوزوا وخلفوا طفل عنده
2 سنين، ولكن الصدمة الأكبر لما بيعرف ليه إنها توفيت في حادثة مع ابنها، وبيبقى مش مصدق خبر موتها وبيكذبه، وبيقول لهوانج إنه لازم يبحث عنها ويعرف مكانها بأي شكل. بيروح لقبر والدة مي وهو حزين وبيتكلم معاها وبيقول لها إنه افتقد مي وإنه حتى مش عارف إذا كانت بخير ولا خبر موتها حقيقي. وبيلاقي والد مي ومعاه لان جايين للمقابر وبيبقوا عايزين يبيعوها، لكن ليه بيمنعهم وبيقول لهم إنه هينتقم منهم على كل اللي عملوه. فعلا بينفذ ليه انتقامه، وبعد ايام بيبقى اشترى كل نصيب والد لان وخلاه يعلن افلاسه. وبيروح له والد لان علشان يترجاه يرجع له ممتلكاته، فبيقول له ليه انها مش من حقه وانها حق مي من ميراث امها اللي سرقوه منها، وبيطرده من المكتب. وبيحس ليه بانتصار انه جاب لمي حقها من اللي اذوها، وبيتمنى انها تكون بخير. في يوم بتيجي لين لبيت لي وبتطلب منه انها تبات عنده اليوم واحد لان ما بقاش عندها مكان تعيش فيه، وبيوافق ليه ولكن بشرط وهو انها تلبس هدوم مي وتتصرف كانها هي، وبيبقى مفيش اي حل تاني قدام لين غير انها تقبل. وفعلا بتلبس هدوم مي وهي متعصبه، ولما بيجي هوانج لبيت لي وبيشوف اللي بيعمله مع لين بيتعصب عليه وبيقول له ان مي ماتت وانه لازم يتقبل الواقع ويرجع يعيش حياته من تاني. لكن لي مش بيسمع لكلامه وبيقول له يجهز نفسه لانهم هيسافروا المدينه تانية بكره علشان صفقتهم الجديده. تاني يوم بيوصل ليه للمدينة وبيروح يقف عند الشط وهو بيفكر في مي. بيسمع صوت طفل بيلعب مع أمه وبيضحك. لما بيبص عليه بيتفاجئ بمي اللي أول ما بتشوفه بتقوم بسرعة وهي مصدومة وخايفة. وقتها بيحس ليه إن الزمن وقف وهو شايف مي قدامه سليمة وبخير، وبيفتكر كل لحظاتهم وذكرياتهم سوا واللي أغلبها كانت تعيسة ومؤلمة. بيفوق من ذكرياته لما بيشوف يان بيقرب منهم، وقتها بيجري ليه وبيتكلم مع مي وبيقول لها انه بحث عنها كتير وفي كل مكان على امل انه يلاقيها، لكن مي بتبعد عنه وبتبقى مش قابله منه اي كلمه. بيقف يان قدامه وبيقول له يبعد عن عيلته لانه مش هيسمح له يدمرها. وقتها بيتعصب ليه وبيقول له انه هو السبب ان مي تضيع منه وانه هينتقم منه، وبيضربه. لكن يان مش بيسكت وبيرد له الضربه وبيفضلوا يتخانقوا لحد ما مي بتوقفهم وبتقول ليه انها مش عايزه تقابله تاني وانه يسيبها تعيش حياتها بسلام بعيد عنه. لما بترجع مع يان للبيت بتتأسف له على اللي حصل بسببها، وبنعرف انهم مزيفين اشاعة جوازهم علشان يداروا هوية سون ابن مي الحقيقية وهو انه ابن ليه. بيعرف هوانج ان يان اكتشف انهم بيبحثوا عنهم، وعلشان كده بيزيف يان خبر خروجهم من البلد وموت مي، لكن في الحقيقة هو كان في الصين طول الوقت. بيتصل ليه بيان وبيقول له انهم لازم يتقابلوا لانه مش هيتخلى عن مي، لكن يان بيرفض وبيحذره يقرب من عيلته والا هيأذيه، لكن ليه مش بيسمع تحذيره. تاني يوم بيعرف مكان مي وبيروح علشان يتكلم معاها، ولكن مي اول ما بتشوفه بتبقى عايزه تمشي، مش بتتقبل منه اي كلام لحد ما بيوقفها ليه وبيقول لها انه بحث عنها في كل مكان وان حياته وقفت من 2 سنين من بعد ما اختفت من حياته، وبيطلب منها فرصه تانية علشان ياكد لها انه فعلا اتغير وهيعوضها عن كل مره اتعامل معاها بقسوه. لكن مي بتحاول تداري انها اتاثرت بكلامه وبتسيبه وبتمشي. بيهددها ليه انه هينتقم من يان وهيدمره لو رفضت انها تديله فرصه. وقتها مي بتخاف لكن بترفض تقف وبتجري منه. ولما بيرجع يان للبيت بيلاقي مي سايبه له ورقه بتتاسف له فيها انها سابته ومشيت من غير ما تعرفه، لكنها خايفه عليه من انتقام ليه وعلشان كده قررت تمشي هي وابنها عشان تحميه. فبيتصل شان اخو يان بلي وبيتخانق معاه لانه كان السبب ان مي تمشي وتسيبه. لما بيعرف ليه ان مي مشيت من عند يان بينزل يبحث عنها في كل مكان لحد ما بيلاقيها في المطار. بيكون سون ابن مي خايف منه لانه اخر مره شافه كان بيضرب يان اللي بيفكروا سون انه ابوه، لكن ليه بيطمنه وبيقول له انه شخص كويس وانه موجود عشان يحميهم، وبيطلب من مي ترجع معاه ومش بتلاقي مي اي حل غير انها فعلا ترجع معاه. بياخدها ليه لفندق وبيروح يفتح شنطتها عشان يطلع ادواتها، بيلاقي الشنطه مقفوله برقم سري. لما بيجرب تاريخ ميلاده بتتفتح الشنطه، بيعرف ان مي لسه بتحبه وبتفكر فيه. تاني يوم بيجيله يان في الشركه وبيتخانق معاه لانه شايف انه سرق منه عيلته، لكن ليه بيقول له انه هو السبب في تدمير حياته من الاول لانه كان عارف الحقيقه وانه طلق مي مجبور علشان ينقذ حياتها، وبرغم كده خبى عنها الحقيقه وساعدها تهرب منه من غير ما يوضح لها الحقيقه عشان تكرهه وتعيش معاه. فبيتوتر يان لان ليه بيبقى معاه حق في كل كلامه، وبيحذروا ليه من انه يقرب من عيلته تاني لان المره دي هيرميه في السجن. بيرجع ليه مع مي لبيتهم وبيتكلم هوانج مع مي وبيحكي لها عن حاله ليه في السنتين اللي فاتوا وانه موقفش بحث عنها. وبعدها بتروح مي تزور صديقتها تشين اللي ما شافتهاش من زمان، وبتطمن مي على يان منها وبتقول لها تشين انه لسه متاثر ببعدها لكنه بيحاول يتاقلم. بياخدها ليه علشان تزور قبر والدتها اللي ما زارتهوش من سنين. بيعتذر لها انه قرأ رسائلها اللي كانت بتكتبها لوالدتها. في الوقت ده بتيجي لان للمقبره ومعاها المحامي لانها بتبقى مصممه تبيعها، ولما بتشوف مي بتتصدم انها لسه عايشه. بيقول لها ليه ان المقبره تبقى من املاك مي الموروثه من والدتها، وبما ان لان تبقى اختها من ام تانية فملهاش اي حق تبيع المقبره.
فبتتعصب لانه بتسيبهم وبتمشي وبتشكره مي انه حافظ على مقبره والدتها طول فتره غيابها. وبرغم كل اللي عمله ليه الا ان مي بتبقى متحفزه ناحيته وبتحاول تبعد عنه لانها بتبقى لسه مش قادره تسامحه. فبيستسلم ليه وبيروح البار يسكر وهو حزين لانه مش قادر يرجع مي تحبه من تاني، لحد ما بيجي له هوانج وبيقول له انه مش لازم يستسلم وانه لازم يحاول تاني لحد ما مي تسامحه لانه تعب كتير لحد ما يوصل لها. وبياخده هوانج وبيرجعه البيت. تاني يوم بيتفاجئ يان بزيارة لان ليه في المستشفى، بتقول له انها كانت فاهمة كل حاجة من الاول وانه بطريقة غير مباشرة ساعدها تبعد مي عن ليه لما يخبي عنها السبب اللي خلى ليه يطلقها، لانها بتبقى عارفة ان يان بيحب مي زي ما هي بتحب ليه، لكنها مش بتبقى فاهمة السبب اللي خلى مي تظهر من تاني في حياة ليه. بتسأل يان عن حقيقة سون ابن مي وانه ابنه فعلا ولا ابن ليه، ولكن يان بيرفض يقول لها الحقيقة وبيقول انه ابنه هو وبيطردها من المكتب. بعدها بيتصل بمي وبيطلب يقابلها علشان يتفقوا على عيد ميلاد سون اللي بعد يومين، وفعلا بيتقابلوا الاتنين في المطعم، وبيصادف ان ليه بيبقى في اجتماع في نفس المطعم. بيطلع يلاقيهم بيتكلموا سوا فبيتعصب وبيسألها عن السبب اللي مخليها تقابل يان، ولما بيعرف انه عشان عيد ميلاد سون بيقول لهم انه هو هيرتب عيد الميلاد، وبيطلب من يان ما يتدخلش وبياخد مي وبيمشي وبيحذرها انها تقابل يان تاني. بيتكلم هوانج مع ليه وبينصحه انه يخلي سون يحبه لان وقتها هتبدا مي انها تسامحه، وفعلا بيبدا ليه يطبق نصيحه هوانج وبيقضي وقت اطول مع سون وبيخليه يتعلق بيه، وحتى ليه يتعلق بالسون لدرجه انه في عيد ميلاده بيطلب من ليه انه يقضيه معاه وبيلعب معاه اكتر ما بيلعب مع يان. وبيلاحظ يان قربه من سون وبيحس بالحزن. وفي يوم بيتصل جدا ليه وبيقول له انه عرف ان مي رجعت من تاني ومعها ابن، فبيقول له ليه ان الولد يبقى ابنه وبيعرفه لجده انه هيجي بنفسه عشان يزوره. بنشوف لان وهي قاعده مع الجد وبتبقى حكت له ان السون يبقى ابن يان وان هو اللي اعترف لها بنفسه. بيجي يوم زياره الجد وبتبقى مي خايفه ومتوتره، فبيطمنها ليه انه مش هيسيبها وانه هيقول ان الولد ابنه. بتفضل مي متردده انها تقول له الحقيقه وان السون ابنه فعلا، لحد ما بيوصل الجد وبيتعرف على السون وبيبان انه اتعلق بيه، وبعدها بيتكلم مع ليه اللي بيكذب عليه وبيقول له ان مي لما هربت منه كانت حامل وان الجنين ما نزلش ولكن هي كذبت وعلشان كده السون ابنه. لكن الجد بيبقى لسه شاكك وعلشان كده بياخد خصله من شعر السون علشان تحليل الدي ان ايه. بعد فتره بيتصل الجد عليهم وبيعزمهم عنده، واول ما بيشوف سون بيحضنه بفرحه وبيروح يتكلم مع ليه وبيقول له انه عرف كل الحقيقه وان مي كانت حامل في توأم وان واحد فيهم نزل والتاني حالته كانت مستقره لكنها خبت سرها عن الكل لحد ما خلفت سون وقالت انه ابن يان علشان تحميه، وبيقول له ان حتى الدي ان ايه اثبت انه يبقى ابنه. وبرغم صدمه ليه الا انه بيكون فرحان جدا وبينزل يجري لمي وبيقول لها انه عرف كل الحقيقه وان السون يبقى ابنه، وبيتاسف لها عن كل اللي حصل في الماضي وبيوعدها انه هيعوضها عن اللي عاشته. في يوم بتروح مي تزور تشين صاحبتها وبتسالها عن يان، بتعرف منها انه سافر يدرس بره لانه مش قادر ينسى مشاعره ناحيتها. وبيطلع السون يلعب قدام الكافيه بيلاقي لعبه واقعه في الارض فبيجري علشان ياخدها، وفجاه بيختفي السون وبيظهر ان حد خطفه. لما بتلاحظ مي غيابه بتجري تبحث عنه وهي منهاره لحد ما بيجي لها اتصال من لان بتقول لها تروح تقابلها في المكان اللي هتقول لها عليه لوحدها والا هتاذي ابنها. وبدون تردد بتجري مي على المكان وبتتصل تشين على لي وبتقول له اللي حصل وبتطلب منه يلحق مي. فعلا بتوصل مي في المكان اللي قالت عليه لان واللي بيبان ان هو مكان مهجور ومخيف، في نفس الوقت اللي بيوصل فيه لي وبيلحقها قبل ما تروح لوحدها، وبيمشوا ورا صوت صراخ سون لحد ما بيوصلوا لان اللي اول ما بتشوف لي بتهددهم انهم لو قربوا هتأذي سون، وبتقول لمي انها بتكرهها لانها دايما كانت احسن منها ولان الكل كان بيحب مي اكتر ما بيحبها وعلشان كده مش هتسيبها تفرح في حياتها مع لي. وبتترجاها مي انها تسيب ابنها وبتوعدها انها تمشي وتسيب المكان، لكن لان مش بترد عليها لحد ما بيقدر يتسلل هوانج من وراها وبيكتفها وبيفك السن وبياخده بسرعه، وليه بيقول للان انها انسانه مريضه وان الاحق ليها السجن، وبيطلب من هوانج يسلمها للشرطه وبيمشي مع عيلته. وبعد فتره بيعترف لمي انه كان شخص اناني وبارد المشاعر، لكن من وقت ما دخلت حياته وهو اتغير بسببها وعشان كده مش عايزها تسيبه ابدا، وبيلبسها خاتم جوازها من تاني، واخيرا بتجتمع العيله وبتعيش حياه سعيده مع بعض. وبينتهي الفيلم على كده. اتمنى يكون عجبكم، اعملوا لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل ملخصاتنا الجديده اول باول. سلام.